لازم اقول لهم على كل حاجه، بس مش النهارده. يلا عشان تروحي الجامعه يا اسراء. انا عيانه قوي. قومي يا اختي وحاولي تكدبي احسن من كده، بقالك 3 ايام قاعده في البيت. هروح خلاص. ماما انت متاكده ان انا لازم اروح الجامعه النهارده؟ ايوه طبعا، انت مش هتفضلي محبوسه في البيت طول العمر عشان شويه عيال بيتنمروا عليكي. ايوه صح، انا هوريهم. الحق، الغبية جت الجامعة تاني. دي شكلها كده ما حرمتش من اخر مرة. اسراء قومي كملي مشروعك يلا. مشروعي النهارده مش بيتكلم عن الفضائيين، مشروعي بيتكلم عن ده، التنمر. يمكن اللعنه دي كانت بتكلمنا عن التنمر عشان تورينا انه قد ايه الكلام الوحش بيلزق في البني ادم ومش بيعدي كده وخلاص. بس لو مصدقناش الكلام الوحش اللي بيتقال لنا ووثقنا في نفسنا وحبيناها. ايه ده في كلمة اختفت. بالظبط، لو وثقنا انه الكلام اللي بيتقال لنا مش حقيقي، كل الكلام الوحش هيختفي زي كده بالظبط. وشكرا. اسراء كل الكلام الوحش اللي كان عليكي اختفى. ايوه، عشان الاهتمام بكلام الناس طلع اوفر ريتد قوي.